اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب فايف. واللي اول مرة يشوفنا فاحنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. بعد ما فصلنا الاسبوع اللي فات مع المسلسلات الجديدة اللي نزل الفترة الاخيرة، نرجع تاني بقى للافلام. ومعادنا النهاردة مع حلقة جديدة من افضل 5 افلام اللي لسه نازلة جديدة وتستحق فعلا المشاهدة، وبدل لما تضيع وقتك على فيلم ويطلع مش قد كده في الاخر. اللي بيميز حلقة النهاردة إن الأفلام كلها متنوعة ما بين الرعب والخيال العلمي والأكشن والإثارة. حلقة مميزة قوي، ويا رب الاختيارات تعجبكم. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس معانا النهاردة اخترنا أحدث أفلام الأكشن والخيال العلمي اللي نزل الفترة الأخيرة، وحققت إيرادات عالية جدا عدت ال 500 مليون دولار. ده غير كمان إنها قدرت تصدر البوكس أوفيس لأكتر من أسبوع. هو فيلم جودزيلا إكس كونج، الفيلم اللي بيدور أحداثه بعد 3 سنين من هزيمة الميكا جودزيلا. خلاص بقى كونج أسس منطقته الجديدة في الأرض المجوفة وبيدور على باقي فصيلته، وعلى سطح الأرض بقى عايش جودزيلا. ودوره في الحياة دلوقتي إن هو يحافظ على نظام البشرية ويحميهم من التايتنز اللي بيهاجموا الأرض كل فترة، لحد ما بيظهر فجأة خطر تدريجي لما بتكتشف الدكتورة إيلين من مؤسسة مونارك، ودي مؤسسة متخصصة في أبحاث التايتن، وتكتشف اهتزازات قوية جدا في قلب الأرض. ولما راحت هناك وبدأت تعمل أبحاثها واستطلاعها، اكتشفت إن في خطر مهول مش بيهدد البشرية، لا ده بيهدد العالم كله، ومحتاج ده بقى تدخل من الجودزيلا وكونج مرة تانية. يا ترى بقى ايه الخطر وايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم المميز جدا ده. He won't be alone. Welcome to my world. في المركز الرابع معانا فيلم اكشن حربي من بطولة راسل كرو، اللي بعتبر سنة 2024 دي مميزة بسبب وجوده فيها بثلاث افلام نزل منهم لحد دلوقتي فيلمين. اول فيلم كان سليبن دوجز، وده اللي خدناه معانا من حلقتين. النهارده بقى معانا فيلم لاند اوف باد، الفيلم اللي بتدور احداثه في الفلبين لما فريق من قوة دلتا التابع للجيش الامريكي تم اسقاطهم في الفلبين عشان ينفذوا ويخرجوا من هناك جاسوس تبع السي اي اي في جنوب الفلبين. فريق دلتا بيدعمهم من مركز القيادة الكابتن ايدي جريم الشهير بريبر، وده قائد طيارات بدون طيار في القوات الامريكية الجوية، وبتساعده بقى الرقيب نيا. هما الاتنين بيوفروا الدعم الجوي للمهمة دي. المهمة دي اللي لقت نفسها فجأة واقعة في كمين من مجموعة مسلحة بتاعت راجل اسمه ابو سياف. وبعد لما حصلت معركة بالاسلحة ما بينهم، لقى فجأة كيني ان هو الناجي الوحيد من المهمة دي كلها، ومبقاش قدامه دلوقتي غير حاجة واحدة بس، انه يسمع كلام ريبر من مركز القيادة عشان يقدر يرجع تاني. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل لهم وايه اللي حصل لباقي الفريق والمهمة؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم المميز جدا ده. Johnny, it's here. 3 hostiles heading your way. Do not move. There's no way I am off this island. Remember your training. This is gonna get ugly. Our priority is protecting the men and women who serve this country. 5, 4, 3, 2, 1. You gotta move, man. Get up and go. في المركز الثالث اخترنا النهارده فيلم رعب وإثارة مختلف شوية عن أفلام الرعب اللي من نوعه. هو فيلم أبيجيل، الفيلم اللي بتدور أحداثه حوالين عصابة من مجموعة من المجرمين المجانين شوية اللي تقريبا ما يعرفوش بعض، عشان يضمن ونفذ المهمة إن المهمة دي ما يبقاش فيها خيانة. قائد المهمة والعقل المدبر للعصابة اسمه لامبرت، اللي قرر إن المجموعة بتاعته في المهمة دي هتكون مكونة من جوي ودي دورها التخدير، وفرانك وده قائد المجموعة، وبيتر بقى وده بيمثل القوة البدنية بس مخه على قده شوية،
وعندك كمان ريكلس وده القناص، ده غير سامي بقى ودي الهاكر، وعندك دين وده سواق الهروب. كده عرفنا كل العصابة. ايه بقى المهمة اللي لامبر تكلفهم بيها؟ المهمة بقى ان هم يقتحموا قصر واحد من الاغنياء جدا ويخطفوا بنته ابيجيل اللي عندها 12 سنة، ويطلبوا بقى بعد كده فدية 50 مليون دولار من ابوها. جوي في الاساس وده اللي خلاها تتفاجئ ان الهدف اللي هم رايحين يخطفوه طفلة، بس للاسف ما كانش اي حد من الفريق عارف حاجة غير بس المهمة اللي بتاعته اللي هيعملها. كل ده تمام، الخطف للاسف تم وفعلا حصل، والهدف دلوقتي معاهم. ابيجيل بقى اللي عندها 12 سنة بنت بريئة جدا، بس للأسف مرة واحدة بيحصل حاجة غير متوقعة بالمرة بتخلي العصابة دي كلها حياتها بقت على كف عفريت. يا ترى بقى ايه اللي حصل؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الحلو ده. What can I say? I like playing with my phone. Whoa! She's fucking flying! في المركز التاني معنا واحد من أجمل أفلام الرعب اللي نزلت الفترة الأخيرة، وناس كتير صنفت الفيلم ده إنه من أحسن الأفلام اللي شافوها من فترة كبيرة. هو فيلم ليت نايت ويز ديفل، الفيلم اللي بتدور أحداثه في ليلة عيد الهالوين سنة 1977، وإحنا بنتفرج بقى على برنامج مذاع على الهوا، وهو برنامج اسمه نايت أولز، وده كان واحد من أشهر البرامج التلفزيونية اللي كانت الناس بتستناها. بيقدمه واحد اسمه جاك دولوري. البرنامج ده وجاك اتأثروا جدا بموت مادلين مرات جاك اللي ماتت بالسرطان، وده تسبب ان جاك يوقف عرض البرنامج، وده خلاه يبعد عن الشهرة، وده كمان أثر جدا على مشاهدات البرنامج، وده اللي خلى جاك يقرر ان هو يعمل حلقة استثنائية يوم عيد الهالوين سنة 1977 لما يستضيف ضيوف غراب جدا وهيعملوا حاجات أغرب جدا جدا. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل في الحلقة دي؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الممتع جدا ده. Good to see you again, Jack. Lily, return to me. This isn't about ratings anymore. No one's going anywhere. How could you let it happen, Jack? How could you let it happen? Please be warned, anyone with young children in the room. What you're about to see You okay, Jack? is profoundly disturbing and shocking. You get out there, Mr. Midnight. And you knock him dead. في المركز الأول معانا النهاردة اخترنا فيلم دراما وكوميديا سوداء اللي قدر يفوز بأوسكار أفضل سيناريو مقتبس في حفلة الأوسكار الأخيرة. هو فيلم أمريكان فيكشن، الفيلم اللي بتدور أحداثه حوالين مونك، وده أستاذ جامعي من أصول أفريقية. هو شخصية مثقفة جدا بس عندها كتير جدا من التعالي، ده غير إنه كمان سريع الغضب، وسرعة الغضب اللي عنده دي دايما بتكون بسبب إن هو حاسس بعدم التقدير الأدبي لكتبه اللي مش معروفة بس غير للطلاب الجامعيين المجبرين إن هم يعرفوها عشان بيدرسوها. وفي نفس الوقت بقى اللي بينجح فيه كتب تانية بتتكلم عن الجريمة أو بتقلل من الأشخاص السود أو كتب عنصرية أو كتب فضايح. كل ده كوم، ولما رجع بقى لبوسطن ولقى حالة مامته الصحية وحشة جدا ده كوم تاني، لأنه لقاها حالتها دي محتاجة رعاية وفلوس كتير جدا، وده اللي خلاه في لحظة غضب كبيرة قوي يقرر ان هو يكتب رواية من روايات الرخص الأدبي الجديدة دي حوالين السود، وبعت الرواية دي باسم مستعار لوكيله عشان يعرضها على دون النشر. بس للأسف بقى بيحصل حاجة غريبة جدا جدا. ايه اللي هتحصل؟ كل هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحق بكل جدارة ان هو يكون المركز الأول معنا في حلقة النهاردة. This has gone too far. Stag Arley is still on the run from authorities. You haven't done anything. It's not like they can arrest you. Wish I could go back to not selling books. Is it bad to cater to people's tastes? People want to love you, Monk. You should let them love all of you. There's already so much buzz because of the movie deal. Michael B. Jordan is circulating. We want to put him on the cover in one of those scarves, I guess you would call them, tied around his head. A do-rag? Do-rag, that's it. Do-rag and a tank top with the muscles showing. Somebody call the fire department. لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.